أرجن وماهي الزوجين قرروا إن هما ينفصلوا، بس في نفس الوقت هما بيحبوا بعض ومش عايزين ينفصلوا، بس شايفين إن الحياة ما بينهم بقت مستحيلة. بس أصحابهم الجدعان كان ليهم رأي تاني، كانوا بيحاولوا إن هما يهدوا الأمور ما بينهم وعايزين يدوا لعلاقتهم فرصة تانية. بعدين راحوا سهروا في ديسكو علشان يغيروا الجو، وهما راجعين نكدوا على بعض في الجراج. وفي وسط الخناقة أرجن اتعصب وفكرها إن هي من 3 سنين أجهضت نفسها، فهي قالت له ان هي عملت كده علشان ما كانش معاهم فلوس اللي تخلي ابنهم يعيش كويس، فكانت عايزة تضمن مستقبله لما يبقوا اغنياء يبقوا يخلفوا. فاتخانق معاه واتهمها بالقتل وسابها ومشي. وهو ماشي الموبايل وقع منه في العربية وهو ما خدش باله. ولما طلعوا البيت لقوا ان في ناس غريبة في البيت، فجري واستخبوا في أوضة سرية محدش يعرفها غيرهم، وكانوا بيراقبوا الناس من ورا ازاز عاكس. بعدين الرجالة فتحوا التلفزيون ولقوا ان في خبر عنهم، فأرجن وماهي عرفوا ان دول سجناء هربوا من السجن واستخبوا عندهم في البيت. وسمعوا الأخبار وهي بتقول معلومات عنهم، وعرفوا ان هم 5 هربوا من السجن. الأول اسمه توني وقتل واحد وهو ماشي في الشارع، فكاميرا المراقبة صورته واتقبض عليه. التاني اسمه ديمو وضرب فكهاني بالسكينة علشان ياخد منه فلوس. والتالت اسمه مولكيت وهو قتل واغتصب ناس كتير، ده حتى وصلت بيه ان هو بيغتصب حيوانات الشوارع. ورابع واحد فيهم لقبه كابا، وده يعتبر من اخطر المجرمين برضه، وهو العقل المدبر ورا خطة الهروب. بس طلع سمعة على الفاضي علشان جالهم مقتول، واللي قتله هو الخامس بتاعهم واسمه بورا، وتهمت القتل وسرقة الأراضي من الناس. ده حتى لما دخل السجن قتل المجرمين اللي معاه في السجن. ولما دخلوا يستخبى بيت أرجن وماهي قتلوا الحارس بتاع العمارة، وده اللي خوف أرجن وماهي وحسوا ان هما وقعوا وسط مجرمين مش بيرحموا حد. الموضوع قلب المدينة والشرطة كانت بتدور عليهم في كل مكان. رئيس الشرطة طلب من الضباط ان هما لو شافوهم يقتلوهم قبل حتى ما يفكروا ان هما يقبضوا عليهم. بعدين أرجن وماهي كانوا بيحاولوا ان هما يتصلوا بالشرطة، بس للأسف تليفون ماهي فصل، وأرجن افتكر ان تليفونه وقع منه في العربية، فحسوا ان هما كده خلاص محبوسين مع العصابة ومحدش هينقذهم. نيجي بقى لأفراد العصابة اللي مولكيت وديمو ما كانوش بيحبوا بورا، ورفع المسدس عليه علشان يقول لهم هيهربوا امتى، واعتقد ان هما هيخوفوه، بس هو اللي خوفهم وضربهم واجبرهم ان هما يحترموه ويقولوا له يا زعيم. وقال لهم ان هما هيهربوا من البيت ده بعد 3 ساعات علشان هيسيبوا المدينة كلها ويهربوا بعيد. بعدين الوقت بيعدي وماهي وأرجل لسه مستخبيين في الأوضة، ولقيوا توني نايم. اعتقد ان هما كلهم ناموا. ماهي طلبت من أرجل ان هو يروح يتصل بالشرطة من التليفون الأرضي، بس هو خاف يطلع. ماهي قررت ان هي اللي هتتصرف وطلعت جري من الأوضة علشان تجيب التليفون الأرضي وتاخده وتتصل بالبوليس. وهي بتجري خبطت في صورة من اللي على الحيطة فوقعت على الأرض. سمعوا الصوت وجم علشان يعرفوا الصوت ده جاي منين، وهم بيدوروا لاحظوا ان في حيطة جاي من تحتها نور. فلما زق الحيطة الأوضة السرية اتفتحت، وأرجن طلع وضربهم وكان بيحاول ان هو يهرب منهم علشان يشتت انتباههم، بس بورا كان أسرع منه وطعنه بالسكينة كذا طعنة. وماهي كانت مستخبية جوه وشايفة كل ده. بعدين خدوه وربطوه على الكرسي. بعدين نيجي للشرطة اللي قبضت على ال3 أشخاص اللي هربوا ال5 من السجن. وبعد شوية تلطيش وضرب عرفوا منهم شوية تفاصيل ان هما هيستخبوا في مجمع سكن جديد لحد ما يهربوا برا المدينة. وحظ ماهي وأرجن الفقري ان هما استخبوا في المجمع السكن اللي هما فيه وكمان في شقتهم. ماهي بقى استغلت انشغال المجرمين في الأكل، وكانت بتحاول ان هي تساعد أرجن، وكانت بتحاول ان هي تنزل بس الباب كان مقفول. بورا طلب من توني ان هو ينزل يجهز عربية علشان خلاص هيسيبوا الشقة ويمشوا. ماهي استغلت ده وخرجت ورا توني على طول علشان تلاقي مساعدة. ولما نزلت فصلت كهربة الأسانسير علشان توني يتحبس فيه، ونزلت أخيرا من العربية علشان تجيب منها الموبايل تتصل بالشرطة، بس للأسف معرفتش تفتحها علشان المفاتيح مش معاها، فراحت كسرت الإزاز وجابت الموبايل. وهي بتتصل ملكيت لقاها وضربها ورمى الموبايل، فضربته بالحديدة وهربت منه.
وبورا ديمو فوق مستنيين باقي الرجالة اللي كل ما واحد ينزل فيهم ما يطلعش ويتأخر. وماهي تحت عمالة تتصل بالشرطة والخط عمال يقطع. الشرطة لاحظت ان الرقم ده اتصل بيهم كذا مرة في نفس اليوم، وكل مرة الاتصال بيقطع فيها. الشرطة اتصلت بالرقم تاني. في الوقت ده ديمو نزل ولقي مولكيت واقع وسمع صوت الموبايل وهو بيرن، فكان رايح للصوت، فضربته هو كمان ونام جنب صاحبه. الشرطة تعقبوا الرقم وعرفوا ان هو مجمع سكني جديد، فتوقعوا ان الاتصال ده بسبب المجرمين، فجهزوا القوة علشان يروحوا هناك. بورا بقى أذكاهم وأخطرهم، حس إن الوضع غريب، فعلشان يأمن نفسه نزل ومعاها أرجن، ولقي ماهي واقفة وماسكة المسدس والباقي نايم على الأرض، فطلب منها إن هي ترمي المسدس من إيدها يا إما هيطعن أرجن تاني. وهي سمعت الكلام وراحت رمت المسدس فعلا، بس هو أول ما اطمن إن هي رمت المسدس فضل يضرب أرجن تاني، وكان بيسألها على توني، بس أرجن قام وكان بيضربه. في الوقت ده مولكيت فاق وضرب أرجن بالرصاص في إيده، وبورا كان هيضربهم بالرصاص ولسه هيضرب. أخيرا الشرطة جت وتبادلوا إطلاق النار، وماهي وأرجن مرميين في النص. بعدين قدروا إن هما يخرجوا من المعركة دي، والشرطة طلبت من عصابة إن هما يسلموا نفسهم يا إما هيقتلوهم. مولكيت طلب كتير من بورا ان هم يسلموا نفسهم علشان ما يتقتلوش، بس بورا كان رافض، فمولكيت قرر ان هو يسلم نفسه. واول ما طلع علشان يسلم نفسه الشرطة ما نفذتش وعدها، ده راحت قتلته، علشان لما الضباط يقتلوا المجرمين هيتكرموا وياخدوا ميداليات والشرطة هتكرمهم وهيتشهروا في الاعلام. بعدين قدروا يسيطروا على بورا، هو كان اخطرهم، وقدروا يسيطروا على باقي العصابة وقبضوا عليهم، ونقلوا ارجن للمستشفى وتعالج وتحسن، وعلاقته بماهي اتحسنت، وعرفوا ان هما الاتنين بيحبوا بعض بس كانوا عايزين يدوا لنفسهم فرصة تانية. بعدين نيجي لبورا اللي لا يقهر ومفيش حاجة بتقف قدامه ومش بييأس، ووعدنا ان هو هيهرب من السجن التاني قريب وقال لنا نستناه. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا.